غلط شائع جدا عند كل الناس اللي بتعمل رجيم. لو بتعمله اعرف ان انت كده بتبوظ الرجيم بتاعك. طب ايه هو الغلط ده؟ لو انت بتعمل رجيم على فترة طويلة على مدى كبير، طبعا مش هتفضل تاكل نفس الاكل هو كل يوم. يعني انت لو بتعمل رجيم شهرين او ثلاثة مش هتفضل تاكل نفس الاكل كل يوم شهرين او ثلاثة، هتزهق وهتمل وتسيب الرجيم. طب ايه افضل او ايه اهم مصدر انت بتعتمد عليه وانت بتعمل رجيم؟ الكربوهيدرات، اللي هي بتمد جسمك بالطاقة. طيب انا هفضل اكل نوع واحد او نوعين كربوهيدرات الشهرين ثلاثة دول؟ اكيد لا. في الفيديو ده هعرفك انهي كربوهيدرات اللي ينفع تاكلها، وافضل انواع الكربوهيدرات. وسهلا بيكم في قناة معلومة صحتك. لو اول مرة بتتفرج علينا سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقة بننزلها جديد، ولايك وشير للفيديو لو عجبك عشان يوصل لكل الناس. الموضوع ببساطة، عندنا نوعين من الكربوهيدرات، نوع معقد ونوع بسيط. الكربوهيدرات المعقدة والبسيطة، أنا آكل المعقدة ولا آكل البسيطة؟ هي إيه أصلا المعقدة وإيه البسيطة؟ ببساطة المعقدة دي زي الحبوب الكاملة. طب إيه المعقدة دي بتعمل إيه؟ دي اللي بتفضل مادة جسمك بالطاقة فترة أطول، لأن هي بتحتاج إن جسمك يهضمها هضم كامل، وبعد كده تبدأ تحول الكربوهيدرات دي لجلوكوز ويفضل يمد جسمك بالطاقة فترة طويلة. البسيطة عكسها، جسمك بيمتصها بسرعة وبيديك الطاقة بسرعة بس لفترة قليلة. يبقى كده عرفنا الفرق ما بين المعقدة والبسيطة. طب أنا آكل إيه؟ إيه الكربوهيدرات أصلا؟ الكربوهيدرات دي زي الرز والمكرونة والعيش والحبوب الكاملة وده كله. طب أنا آكل إيه؟ أنهي نوع، المعقد ولا البسيط؟ طيب ببساطة كده في دراسات وأبحاث اتعملت وقالت إن أي حد بيعمل حمية غذائية، بيعمل رجيم دايت، عايز ينزل وزنه أو يحافظ على وزنه، خليه في الكربوهيدرات المعقدة علشان هي بتاخد وقت وبتحسسنا بالشبع وبتدينا طاقة لمدة أطول. بس بعد كده رجعوا قالوا لأ، أنا مش عايزك تحيرنا، قول لي الإجابة على طول. الإجابة إنك ينفع تاكل الاتنين. طب ليه اكل الاتنين؟ طب البسيطه دي في ايه؟ في الفاكهه وفي الخضار. طب انا مش هينفع اكل فاكهه واختار خضار وانا بعمل رجيم؟ اكيد لازم هتاكل فاكهه وخضار، عشان كده بقولك لازم تاكل الاتنين. مش هينفع تحجب او تمنع نفسك من الكرب البسيط اللي موجود في الفاكهه والخضار. اتنين، جسمك محتاج للاتنين. بس الفكره في النسب يا جماعه. النسبه في الرجيم نسب الاكل اللي انت بتاكلها وجوده الاكل اللي انت بتاكله. على سبيل المثال البروتين، مش عايزين يعني نتعمق في موضوع البروتين. فمثلا هاكل بروتين، هاكل ايه؟ وراك ولا صدور فراخ؟ لا اكل صدور عشان فيها اعلى نسبة بروتين ونسبة قليلة من الفات والدهون. يبقى باختصار كده الكربوهيدرات المعقدة والبسيطة انا لازم اكل الاتنين، او ينفع اكل الاتنين، ما عنديش مشكلة خالص مع الاتنين. بس البسيطة بقلل منها شوية والمعقدة بكتر فيها. يعني البسيطة انا كده كده ليا ثمرة فاكهة في اليوم واحدة. لو اكل خضار هاكل طبق سلطة خضراء كبير. لكن التانية بكتر منها شوية لان بتمديني بالطاقة وبتحسسني بالشبع لفترة اطول. فانا باكل الاتنين، باكل مثلا 5 معالق مكرونة على حسب الرجيم اللي انت بتعمله، 5 معالق رز، باكل نص رغيف عيش. ولازم كده كده هاكل الناحية التانية خضار وفاكهة. فمحدش يقول لك ما تاكلش كربوهيدرات معقدة، ومحدش يقول لك ما تاكلش كربوهيدرات بسيطة. جسمك محتاج للاتنين. اهم حاجة النسب اللي بتدخلها لجسمك، وتعرف جسمك محتاج قد ايه وانا بدخله قد ايه. اتمنى تكون استفدت معايا في الحلقة، ومتنساش تكون عملت لايك وشير للفيديو. لو مشتركتش اشترك معانا، واشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.